وكاين فنانين الآن اللي بقوا على هذا، وهذا أحييهم كذلك. نعطي مثل اللي بقي يعني فنان وبقي يؤمن بأن الفن ليس حرام، بأن الفن موهبة من الله، وهو السي عبد الوهاب الدكالي، وأحييه بهذه المناسبة. يعني أطال الله في عمره، ويعني متعه الله بصحة جيدة إن شاء الله. هذا السي عبد الوهاب الدكالي، وكان أول أغنية يعني سمعت لها للسي عبد الوهاب الدكالي كانت لا تسألني سنة 1968، يعني 68 لا تسألني. وهذا غناء نظيف وكلمات نظيفة وطرب جيد، ليس فيه لا ميوعة ولا رقص، ليس فيه رقص. السي عبد الوهاب الدكالي ما كيرقص، هذا فن، هذا طرب، هذا يغني يطرب الناس، يجي يطرب الناس يا عباد الله، ما شاء الله. فالذين بقوا على الفن وبقوا يؤمنون بالفن ويؤمنون بالموهبة ويؤمنون بما أتاهم الله، فتحية لهم جميعا. والذين تنكروا وتابوا وذهبوا إلى الكهنوت فسحقا لهم، سحقا لهم، لأنهم يعبدون الكهنوت ولا يعبدون الله. فالله لم يحرم عليهم الفن، لكن الكهنوت حرم عليهم الفن، بما أنهم اتبعوا الكهنوت فهم يعبدون الكهنوت ولا يعبدون الله.